ازيكم؟ هنعمل مع بعض النهاردة الطحينة الخام الأصلي، البيضة والحمرا، بدون أي إضافات، سمسم وزيت سمسم بس. وينفع نضيف أي زيت نباتي تاني بس ما يكونش ليه ريحة. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. معانا 250 جرام سمسم ني أبيض للطحينة البيضة، و250 جرام سمسم ني للطحينة الحمرا، و200 ملي زيت سمسم. وينفع نستخدم أي زيت نباتي بس ما يكونش ليه ريحة، مش شرط زيت سمسم. هنستخدم مع بعض 250 جرام من السمسم الأبيض الني. هيسخن بس لحد ما نشم ريحة السمسم الجميلة من غير ما يتغير لونه، عشان ده اللي هنعمل منه الطحينة البيضاء. هي دي النتيجة اللي احنا عايزينها بالظبط. هنسيب السمسم يبرد وهنبدأ نحمص السمسم للطحينة الحمراء. معانا 250 جرام سمسم ني، هنحمصهم لحد ما ياخد معانا لون ذهبي. ده اللي هنعمل منه الطحينة الحمراء. أهم حاجة نفضل نقلب فيه باستمرار عشان ما يتحرقش، يدوبك ياخد معانا اللون الذهبي، مش عايزينه يغمق عن كده. منسيبش الدنيا من نفضل نقلب لحد ما يوصل اللون ده. هي دي الدرجة اللي احنا عايزينها، نفس اللون الذهبي ده كده. هنسيبه دلوقتي يبرد. معانا هنا ده السمسم اللي هيتعمل منه الطحينة البيضاء، وده السمسم اللي هيتعمل منه الطحينة الحمراء. طبعا فرق اللون باين، ده سمسم لونه ذهبي بعد التحميص، وهنا سمسم أبيض يدوبك بس طلع ريحته. يلا نبدأ مع بعض بقى ايه نعمل الطحينة البيضاء. الأول 250 جرام سمسم، يدوبك خد تشويحة خفيفة على النار. نفضيه مع بعض بالراحة. هنبدأ نضربه في الكبة. هنطحنه لحد ما يوصل معانا لملمس الرمل كده، يبقى عامل زي الرمل بالظبط. هنشوف مع بعض دلوقتي. تعالوا نشوف كده، نفس الشكل ده كده بالظبط، عامل شبه حبات الرمل كده. زي الرمل بالظبط. نبدأ بقى نضيف الزيت بالتدريج. بتضيف الزيت على حسب لحد ما توصل للقوام اللي انت عايزه. يعني القوام اللي هيطلع معانا ده القوام اللي انا بحبه. احنا بنفضل نضيف الزيت لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. نفضل نضرب. نشوفه كده مع بعض. هنضيف له كمان، لسه محتاج زيت، هنضيف كمان زيت. بنضيف الزيت بالتدريج. لسه محتاج كمان زيت. ما نحطش الزيت مرة واحدة، نفضل نضيف الزيت بالتدريج كده عشان ايه ما نبقاش حطينا زيت زيادة، نوصل لقوام كويس. اهم حاجة نفضل نضرب فيه ما نزهقش لحد ما وصل معانا للقوام ده. هنشوفه دلوقتي مع بعض. ده القوام النهائي اللي احنا عايزينه.
بصوا شكلها عامل ازاي. نبدأ دلوقتي معانا بقى ايه، نعمل الطحينة الحمرا. هنضيف السمسم في الكبة. ده السمسم اللي حمصناه يا دوبك خد لون دهبي، ما نغمقش عن كده عشان لون الطحينة ما يطلعش غامق وطعمها يطلع فيه طعم محروق كده. برضو هنكرر الخطوة اللي عملناها في السمسم اللي فات لحد ما يوصل معانا القوام الرملي. نمسكه كده نلاقيه زي ما يكون رمل مندي كده، حبات رمل. هو القوام ده كده بالظبط. نبدأ بقى نضيف الزيت بالتدريج برضو. استخدمنا اللي فاتت 100 ملي من زيت السمسم، وزي ما قلنا ينفع أي زيت نباتي بس ما يكونش ليه ريحة. وهنا برضو هنستخدم 100 ملي، بس هنضيف بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي احنا حابينه. القوام اللي انت شايفه مش عاجبك وعايز تفضل تضرب اكتر عشان توصل لقوام اكتر انت عايزه، براحتك. هتضيف زيت وهتضرب تاني لحد ما توصل للقوام اللي انت حابه. نشوفها كده مع بعض. شايفين الشكل ده؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه، ده شكلها النهائي. نفضيها مع بعض كده. بص شكلها عامل ازاي. انت حابب تنعم اكتر من كده هتزود لها زيت وتضرب كمان حبة لغاية ما توصل للقوام اللي يعجبك. هنا معانا الطحينة البيضة والطحينة الحمراء. جربوها ومستني رأيكم في التعليقات، يا رب تعجبكم. استنوني في وصفة جديدة.